ما غلطت. ها؟ أنا ما غلطت، أنا ارتكبت ذنب يعني، الغلط ثاني والذنب ثاني، عرفتي؟ وبعدين الشيطان غواني، وأنت بتصدقي الغاوي؟ والله يعني الشيطان جاب لي الكلام هذا. وإحنا نعتذر ونتأسف، واعتذر أنت غلطان. المهم اسمعيني، ما في أحلى من الصدق. الصدق شيء الصدق ولا الكلام يعني الصدق. أنا غلطت واعترفت بغلطي. وثاني شيء للأمانة من أحبها الله أحبها الناس، علي يظل حرام يا خولة. الله يعدمني لساني ويعدمني عيوني، يا ليش قبول من رب العالمين وليش محبة. يعني ما عاد أدخلش في لسان أو في قلوب بعض يعني كل اليمنيين. أنا الأغلبية من ناس كبار، من عوائل، من أطفال، من بنات، من والله العظيم ويشهد علي الله، يا ليش محبة وقبول في الشعب هذا غير طبيعية. ويشهد الله إن أنا أشوف أي واحد عيهاجمش أو عيتكلم عليش أو ليش مش يعني ما هو من أي حاجة، ما لومهمش. ليش؟ لأنه من الحقد اللي فيهم، يعني بيشوفوا محبة الناس لا عندش، فهمتي؟ يقولوا ليش ما احنا واحنا من أهل البلاد؟ لا، المحبة من الله، من البلاد أو من غير البلاد. أنا أتكلم عن لساني أنا، ولسان يعني خبرتي اللي موجودين، ولسان الناس اللي كانوا يجوني. علي يظل حرام اللي أنت تستاهلي أكثر. وبموضوع إنه مثلا يعني اللي حصل وما حصل وكذا، فأنا عن نفسي أقدم لك أشد الاعتذار إذا غلطت عليش، بالرغم إن أنا ما غلطت. صح إني غلطت، بس إني ما غلطت. ما عاد من حقي. خلينا أكمل يمكن، فهمتي؟ المهم، وإحنا قلنا علشان الاختبارات والعيال يتشردوا، وهذا المرة ليش دريتي علي ان انت وحشتينا دريتي. وبالمناسبة هذا بكره ما اطبخيش ولا حتى اخرجش وابزش خزني خارج. انا عايشتي بسريع كيف انا. وعلى فكرة يعني النت راح قولي له صفحة جديدة، ما تحاوليش تزعليني، ما تحاوليش تغثيني، وكنت بكري صبحيني، وكن خرجيني ودعي. المهم ايش بدي احكي له شوي، والله اشياء كثيرة، فهمتي؟ وعلى فكرة انت معلق الحمد لله. عندك يعني النت مو تمام، يعني ما سمعت ولا سمعت. انا لو كل حاجة